كل اللي بيحصل مع الاهلي ده، وفي الاخر يقولوا لك النادي الاهلي الننوس. النادي الاهلي الننوس ازاي يعني؟ النادي الاهلي نادي الدولة. النادي الاهلي بياخد حق مش من حقه. والنادي الاهلي بيكسب بالحكام. والنادي الاهلي الدنيا كلها بتتآمر عشان خاطر تخليه هو رقم واحد. والنادي الاهلي ده هيخلوه يكسب كاس العالم. والنادي الاهلي. طيب والله انا شايف ان اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى دول مش شغالين. انتوا مش شايفين اللي بيحصل مع النادي الاهلي؟ مش شايفين اللي بيحصل مع النادي الاهلي من الكاف، الاتحاد الافريقي؟ مش شايفين كم الظلم الغير مبرر اللي بيتعرض له النادي الاهلي؟ طبعا دي مواضيع انا مش يعني انا مش هينفع ان انا اقول ان هي سبق لاوانها، لان هي خلاص حصلت. يعني هي على ارض الواقع هي حصلت يعني. وبالتالي كلنا شفنا الماتش اللي فات بتاع الاهلي والترجي، وشفنا كم الظلم. انا مش هتكلم ان هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، بس هي الفكرة ان احنا لينا ضربة جزاء يعني واضحة جدا. يعني واضحة جدا. انا مش عارف دي ازاي ما اتحسبتش بصراحة. ده غير اداء الاهلي اللي هو يعني الى حد ما كان احسن من الماتشات اللي فاتت في الدوري. اه مش ده الاهلي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، ولكن الى حد ما كان الاداء احسن من الماتشات اللي فاتت. ده جانب. الجانب التاني، انا ليه بدأت احس يا جماعة ان في تراخي في حقوق النادي الاهلي من الاداره؟ اللي انا كنت اعرفه زمان زمان ان لما يكون في حاجه قد كده، حاجه قد كده، يمكن احنا ما كناش بنشوفها حاجه كبيره. اي حاجه ايا كانت، اي غلطه حد غلطها سواء اعلام او اتحاد، او الاتحاد بتاعنا او الاتحاد الافريقي او الكلام ده، كانت حاجات ممكن تعدي، ولكن كان النادي الاهلي ما بيعديهاش زمان. دلوقتي بدات احس ان في تراخي غريب. يعني يمكن لما بيجي لنا حقوق دلوقتي، انا اعتقد ان الحقوق اللي بتيجي من صوت الجمهور، من غضب الجمهور. يعني زمان كانت الإدارة بتتحرك وبتاخد قراراتها رغما عن أنف أي حاجة في الدنيا. عارفة قرارها، وعارفة ان قرارها سليم. ما بترجعش لأي حد، وما بتلجأش لأي حد في الكلام ده. لكن دلوقتي اللي انا شايفه والغريب، او اللي بقى غريب، ان الحركه بقت بطيئه. بقينا ماشيين كده زي السلحفه في القرارات. خلاص الناس بدأت، عارفين انتوا لما بيكون في شخص كده بقى ما بيطالبش بحقه وما بيطالبش بحقه وما بيطالبش بحقه، فالناس كده معروف في قانون الناس يعني خلاص. بما ان احنا خلاص بقينا في قانون الغابة دلوقتي، الناس بتيجي على الشخص ده. زمان من او لحد وقت قريب كانت هيبة الاهلي معروفة. كان اصلا انت ليك ارث قديم، يعني بقالك سنين وسنين وسنين. الناس كانت بتخاف تيجي عليك لان عارفين مردودك. ولكن مع اول مشكلة مع اول مشكلة ابتديت تتغاضى وتسكت. انا بتكلم هنا كإدارة. ابتديت تتغاضى وتسكت. ابتدوا يجوا عليك مرة وتسكت، والتانية وتسكت، والتالتة وتسكت، لحد ما بقى دلوقتي الغلط في الاهلي مستباح. مستباح الغلط في الإدارة، وفي الجمهور، وفي أرضية الملعب، ومن الحكام، ومن القرارات الغريبة اللي بنشوفها وبنسمعها. طيب امتى هناخد خطوات؟ مش عارف. امتى هنرجع زي زمان؟ ده الجانب اللي يخص مبدئيا الإدارة، اللي هي لازم تشد شوية وتتحرك فيه. الجانب التاني يعني الغلطة فيه مشتركة ما بين الإدارة وما بين اللعيبة. الأول أتكلم عن الجانب برضو بتاع الإدارة. يعني الإدارة بتعمل صفقات دلوقتي غريبة. انا مش عارف هو السكاوتنج. طب يعني اللعيبه دي يعني او اللعيبه دي جت على اي اساس؟ يعني اللي راح شاف كامويش ده وجابه وصنفه ان هو يكون فيرود لزعيم افريقيا، اكبر نادي في افريقيا. اكبر نادي في افريقيا. مش بالكلام، احنا مش بتوع كلام، احنا تاريخنا بيقول ده. ولكن اللي يجيب فيرود زي ده للنادي الاهلي، ايه المعايير اللي اختار بيها اللاعب ده؟ طيب اللي جاب احمد عيد عشان يبقى بيساعد محمد هاني، ايه المعيار؟ ايه المعيار او ايه العلامات اللي قدمها احمد عيد وشافه بيقدمها
عشان خاطر يجيبوا يكون بديل لمحمد هاني. محمد هاني اللي يعني انا عايز اقول حاجه، اي نعم انا انتقدته الماتش اللي فات، انما الراجل ده ادى للاهلي كتير وادى لمنتخب مصر كتير. يتفق يختلف معايا اي حد، بس انا دي وجهه نظري الشخصيه. يعني انا كده كده عندي قناعات بده. الراجل ده بيموت نفسه في الملعب، دي حاجه. بس انا بقى عايز اعرف الصفقات دي على اي اساس، على اي اساس الاداره مساهمه في اختيارها؟ انا ما اعرفش، احنا بقالنا فتره صفقاتنا غريبه. نيجي بقى للجانب التاني بتاع اللعيبه. يا جماعه لعيبه الاهلي زمان، احنا كنا بنشوف لعيبه الاهلي زمان باي فريق بيلعب. الاهلي لما بيكون عنده اصابات، عنده مشاكل، والله كان بيروح كاس العالم للانديه بيبهدل الدنيا. بيرجعنا من كاس العالم للانديه واحنا واخدين مركز ثالث وراسنا دي فوق في السماء، من الاداء اللي كنا بنشوفه، من الاستقتال اللي احنا نفسنا كجمهور كنا بنقعد نقول هي اللعيبه دي بتعمل ازاي كده، اللعيبه دي ازاي وصلت للروح دي، اللعيبه دي ازاي بتقاتل كده. ما هو احنا ليه زعلانين دلوقتي؟ لان انا النهارده انا معايا تيم ياكل الاخضر واليابس، ياكل الاخضر واليابس. يعني اتخن تخين في افريقيا ما ينفعش يتعادل معاك. انا بقول لك مش ما ينفعش ان هو يكسبك، لا ده ما ينفعش يتعادل معاك. ازاي؟ ايه النتائج الغريبه دي؟ ايه النتائج الغريبه دي؟ الاعلام المنافس وفي العموم الاعلام يعني صدر لنا قبل ما نخش على الدوري او نخش اي بطوله، عرفوا يرموا لنا الطعم. ايه هو الطعم؟ الطعم ده النادي الاهلي لما هيلاعب اي فرقه، الفرقه اللي هتبقى خارجه ورافعه راسها مرفوعه في السماء، اللي هتبقى خسرت بس من الاهلي 4-0. عرفوا يصدروا لنا المشكله، عرفوا يخلونا نخش في فخ او نقع في فخ واضح ان هو فخ وما كانش يقع، ما كانش ينفع نقع فيه. لاننا النادي الاهلي، لاننا فريق كبير، لاننا فريق عظيم، ما ينفعش نقع في حاجات زي دي وفي هفوات زي دي. طيب لحد امتى هنفضل بالاداء ده؟ لحد امتى هيكون ده مستوانا؟ لحد امتى هنسكت على اللي بيحصل في الاعلام المنافس؟ انا دلوقتي مع يعني الفضول بيقتلني. مثلا لما بقى اكون بقلب مثلا في النت او بقلب في التلفزيون وتيجي قدامي قناة النادي المنافس، بسمع مهازل، كلام غريب بيتقال في حق النادي الاهلي. هي الناس دي مسكوت عليها ليه؟ الناس دي ازاي بتتكلم كده؟ ليه احنا بقينا ساكتين؟ هو يا جماعة لا سمح الله، هو النادي الاهلي ممسوك عليه ذلة مثلا من حد؟ هل في حد مثلا؟ انا عارف ان محدش يقدر يعمل ده، وانا عارف ان احنا لما نرجع ونثبت ونقوى محد، كله بيعمل لك حساب، كله بيعمل لك حساب. رغم انف اي حد، قلت انت عندك ارث يخلي اي حد في الدنيا يعمل لك حساب. طيب اللي بيحصل ده ليه؟ يعني المشكلة دي ايه سببها؟ انتوا بدأتوا تخلوا الناس تتكلم في حاجات غريبة. اللي يقول لك ده زي ما يكون معمول لنا عمل، وطبعا ده كلام فاضي يعني. واللي يقول لك دي اللعيبة دي مسعور لها، واللي يقول لك اصل مش عارفة ده ايه، واللي يقول لك اصل ده مش عارفة اوضه اللبس فيها مشاكل. وكل الكلام ده كلام مش مظبوط. بس اللعيبة ما بقتش زي زمان. لعيبة النادي الاهلي فين بقى؟ معلش فين روح التيشيرت ده؟ فين الناس اللي كانت بتنزل يوم ما بتجيب جون بتقعد تدبدب على النسر وعلى الشعار وتعمل كده؟ مفيش الكلام ده، ما بقيناش بنشوف الكلام ده. الكلام ده خلاص ما بقاش موجود. قلتها وهقولها وبقولها على طول، رجعوا لنا الاهلي، رجعوا لنا النادي الاهلي بتاع زمان، رجعوا لنا النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. قلتها برضو وهقولها تاني، لو الاداره هتسكت في حق كل اللي بيحصل ده، النادي ده ورا جمهور كبير ما بيسكتش ومش هيعرف يسكت. احنا بنحب الافراد وبنحب الناس اللي في الاداره، وكلامي واضح ومعروف انا كلامي على مين، بس بنحب الشعار ده اكتر من اي حد. اتمنى اشوف تعليقاتكم وتقولوا لي رايكم. وما تنساش تفعل الجرس وتعمل اشتراك في القناه. شكرا.